الحاجات كمان اللي تخليك تصلي صلاة مودع وتصفي قلبك قوي، انك تخش الصلاة ومفيش في رقبتك حق لحد. صعب ان واحد يبقى داخل ونفسه مستريحة وهو بيصلي كده وهو اكل مال يتيم، ولا قاهر امه ومبيتها بدمعتها على خدها، ولا قاهر حد على عياله، ولا ظالم واحد في شراكة. بيفضل جوه قلب البني ادم مهما نشف وجمد ومات، بتفضل شيء كده من النفس اللوامة اللي بتبقى حجة على الانسان وتشاور له على الصح والغلط. فلو عايز تصلي صلاة مودع تصفي فيها نفسك وتحمي نفسك من العكارة، احضر ورجع الحقوق قبل الصلاة. قال وإياك وما يعتذر منه. مصريين ليهم كلمة يقول لك ما تخليش حد يحط عليك. يحط عليك يعني دايما زانق نفسك بسبب تقصيرك. من ضمن الحاجات اللي بتعكر صفاء النفس وتخلي الواحد مشدود انه يبقى مسجون في تقصيره. فمثلا هي دايما بتروح متأخرة على مواعيدها، فدايما متلامة في الشغل. هو دايما وعنده قدرة ومعاه فلوس وما يسيبش فلوس في بيته لأهله ومراته، فدايما العيلة بتلومه. دايما بيسلم الريبورت ولا الشغل بيسلمه متأخر لأنه لعبي. دايما في حاجة كده مزنوق فيها. شوف ربك يقول كل نفس بما كسبت رهينة، فهو مرهون جوه تقصيره. كان الشاعر يقول لك دع ما يسبق إلى القلوب إنكاره ولو عندك منه اعتذاره. تبقاش دايما ماشي عمال تعتذر، انا اسف، اصل الطريق، اصل اتشغلت، اصل بطني كانت وجعاني، اصلي كان عندي ظروف. اياك وما يعتذر منه. دايما هتبقى خايف، دايما في عكارة لصفاء نفسك. فالنبي يقول لك اياك وده. ويا صلاة النبي. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، ويا رب يجعل ايامكم كلها خير وبركه. يقولوا امين يا رب العالمين. اللهم يا مغير الحال والاحوال غير حالنا الى احسن وافضل حال. بصوا بقى، فيديو النهارده حلو جدا جدا. لو انت من الناس اللي بتفكر تعمل اكل بيتي في البيت او مشروع الاكل البيتي، لو انت من الناس اللي بتعملي فعلا مشروع الاكل البيتي، جربي الوصفه دي هتعجبك جدا جدا جدا. عايزه اقولك انا شفت كومنتات وشفت بوستات على ان ناس بتجيب اللي هو الممبار الجاهز ده من المحلات او السوبر ماركتات. عايزه اقول لكم قد ايه بيكون مش حلو جدا. فلو انتي بتفكري او حتى حابه تعملي، شوفوا الطريقه ديت وهتدعيلي، يعني هتدعيلي. عايزه اقولك الطريقه دي حلوه جدا جدا. عملت معاكم مع بعض تنظيف الممبار بطريقه يعني سهله جدا، وهسيب لكم اللينك ده في صندوق الوصف. ودلوقتي بقى هنعمل معاكم مع بعض محشي الممبار. يعني لو انتي معاكي كميه كبيره جدا هتحشيها بسرعه رهيبه. تمام. فكل اللي انا طالباه منكم يا بنات، عايزه لايك، عايزه كومنت جميل منكم، كملوا الفيديو للاخر ويلا بينا نبدا. بصوا بقى، علشان تاكلي ممبار صح ويبقى طعم وجميل جدا جدا، انا ما بعملوش مسبك، انا بعمله ني في ني. بس الطماطم بنشف عليها، الطماطم بسبكها. انا مش عايزه الطماطم تبقى خفيفه كده وصيصه، لا انا عايزه الطماطم تبقى متسبكه عشان يبقى الممبار بتاعي يبقى احمر وجميل. الطماطم لما تبقى مش متسبكه او تضربها من الخلاط على الرز على طول، هتلاقي الطماطم بتنزل من الرز بتاعك، انما المتسبكه بتمسك في حبايه الرز وتخلي الرز بتاعك احمر وتحفه. فانا هحط الطماطم بتاعتي على البوتاجاز مع شويه زيت كده ايه لعند ما تنشف من الميه بتاعتها، وبعدين هجيب الخضره بتاعتي. كتري بقى في الخضره، يعني بصي كتري قد ما تقدري. الخضره بتبقى حلوه جدا في الممبار او في المحاشي، بس بالذات في الممبار بتخلي الريحه تحفه. تمام. هجيب بصلتين كبار واقطع البصل مكعبات رفيعه، برضو كله ني في ني. هجيب بقى على البصله مكعب مرق الدجاج، حابه تحطي مكعبين تمام. ملح، كمون، هتحطي معلقه كبيره من الكمون، معلقه كبيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من الكزبره، ورشه قرفه. ودعاكي بقى على قد ما تقدري. حابه تحطي رشه نعناع، عسل، مش عندك خلاص. ادعاكي في البصله لعند ما تحسي ان البصله دبلت كده وبتنزل في ميتها، كده هتبقى نتيجتها حلوه جدا جدا وبتنزل السقاره. ممكن تحطي معلقه صغيره من السكر في المحشي او في خلطه المحشي، بيبقى طعمه تحفه. تمام. الممبار ده انا كنت نضفته معاكم وعينته في الفريزر، ده كان بقى بعدها بيومين او 3 تقريبا مش فاكره، فاخدته وطلعته. في تنظيف الممبار نضفناه بسرعه، بتحطوا له طماطمايه وليمون ودقيق. عندك طحينه بتحطي معلقه طحينه، رشه فلفل اسود، بتشيلي الزفاره وبقى الدنيا تمام. انا بعد ما طلعته شطفته كويس جدا من التلج، وشطفته برضو من التفريز، وحطيت له حبايتين من الطماطم. الطماطم بتسحب الزفاره بطريقه حلوه جدا. بصوا بقى الخلطه بتاعتي، زودي زيت، يعني في الخلطه حطي مثلا في حدود كوبايه زيت او كوبايه الا ربع من الزيت.
الزيت بيخلي الرز بتاعك مفلفل والحبايه كده مصحصحه، مش معجن ولا مكتوم كده ولا اي حاجه، لا الزيت بيخليه حلو جدا جدا وريحته حلوه. فكتري في حدود مثلا من كوبايه الا ربع او كوبايه زيت حسب برضو ما بتحبي، ممكن تحطي نص كوبايه عادي. الزيت بتاعك يبقى حلو جدا من النوع النظيف، ما بلاش اللي هو الزيت الآلية او الزيت اللي هو احنا مستعمل قبل كده، لا خدي زيت نظيف حلو علشان ايه؟ يخلي الاكل معاكي حلو. بص بقى، الممبار الطبيعي اللي الناس بتعمله بتخلي الدهنه بره. الدهن بتاع الممبار بيبقى زي ما احنا بنجيبه مثلا من العجل، بيكون احنا بننضفه بنقلبه ونحكه كويس جدا وبعدين نرجع نقلبه تاني، تمام؟ لا بقى، احنا بنقلبه وبننضفه من جوه كويس ونسيبه على قلبته دي، بنخلي الدهن لجوه. الدهن لجوه بيبقى يطعم الرز بطريقه رهيبه، يعني عايزه اقولك بطريقه حلوه جدا جدا. لو انت مش بتعمليها اعمليها، خلي الدهن لجوه، الدهن هيسيح هتنزل في قلب الرز، هيخلي الرز بتاعك متطعم بالممبار ويبقى طعمه حلو. ما تخافيش هتقولي لي ده هو كده هيبقى تقيل، لا، هيطعم الرز. والدهن الزياده لو مثلا في دهن كتير ولا حاجه، الدهن الزياده هيطلع بره الممبار على حله الشوربه على طول. ما تخافيش، كده كده انا مش مكتره دهن، يعني انا كنت بخليه دهن في المعقول، حاجه كده بسيطه وخلاص. والدهنه الكتير انا شلتها وحطيتها في قلب الشوربه من بره او في قلب الحله من بره. بس اهم حاجه واحنا بنحشي الممبار نخلي الدهن من جوه. التركه دي حلوه جدا يا بنات، جربوها على طول هتعجبكم، وبالذات لو انت بتعملي مشروع الاكل البيتي، الفيديو من اوله لاخره حلو جدا. احشي الممبار بتاعي، انا بدخل صباعي واطلع حرف الممبار لبره بين الصباعين الكبار كده، وبعدين احشي بقى بصوابع صغيره لجوه. الطريقه دي حلوه جدا ولا بتحتاجي قمع بقى. انا بلاقي ناس بتعمل بالقمع او ببوز الازازه، او حتى بتستعمل اللي هي ايه، ترفع الممبار لفوق كده وتدخل الرز من فوق. طب ليه؟ لا، انتي نزلي الممبرايه لتحت كده في قلب الطبق واحشي بصوابعك لجوه، هيتحشي معاكي بسرعه جدا. عايزه اقولك محشي الممبار ده من الحاجات السهله جدا جدا. بصوا، في ثواني هتلاقيه اتعمل، في ثواني هتلاقي نفسك انت حشيته وخلاص. انا جبت حبه رز حبه صغيرين في الطبق ده علشان تشوفوا بالظبط. وبرضو لو انت عندك ممبار ضاني نفس التنظيف، الممبار الكبير بيتنضف، الممبار الضاني بيتحك وبيتفتح برضو قلب لجوه، وبنحك قلب من جوه في قلب الحله بتاعتك او اي حاجه، وبندخل الميه فيه والدنيا بتبقى تمام. طبعا الممبار الضاني ما بيكونش فيه دهون كتير، فممكن تحطي انت عندك ليا اي حاجه بتطعم برضو. لو انت حابه تسيحي الدهنه في قلب المحشي، تمام، بتحطي معلقه او قطعه من الليا بتسيحيها، وبعدين تحطي الطماطم بتاعتك، تحطي حتتين من الليا في قلب الشوربه والدنيا بتبقى تمام. اهم حاجه اهم حاجه ما نمليش الممبار بتاعنا بالرز، ما تملوش الرز يا بنات، ما تملوش رز، الممبار بتاعنا بيكش. طبعا الرز بتاعنا بيزيد، فالرز الممبار هيكش والرز جوه انت ملياه مثلا او مليتي نصه، فهتيجي الرز عايز يزيد مش هيزيد، فهتلاقي الرز كتم على نفسه، فهتلاقي قلبه من جوه مش مستوي، ولو قلبه مستوي هتلاقيه محصول كده او ناشف والحبايه واقفه كده. فلا، انتي رخي خالص خالص خالص، تبقى ايديكي باينه كده، تحس ان انتي وانتي بتضغطي عليه بايديكي الاتنين ايديكي ملمساها من ناحيتين، يبقى كده تمام. يبقى طبقه رفيعه كده وخلاص من الرز، عشان الرز لما يستوي يبقى في المعدل المظبوط بتاعه. نحاول على قد ما نقدر نرخي الرز خالص من الحرفين، ما نجيبش رز كتير في الحرفين علشان بالذات الحرفين دول بيكشوا جامد، فما نخليش برضو الرز يكتم على بعضه من جوه او يطلع بره. كده كده انت لو كترت الرز هتلاقي الرز الحله كلها رز، او هتلاقي الرز كله طلع بره. فلا، ما نكترش الرز عشان احنا اساسا كده كده الرز ده هيترمي، فيبقى مننا احنا نقلل احنا كميه الرز اكرم لنا. فما تكتروش الرز في الممبار يا بنات علشان ما يفضش منك او ما يقعش منك في الحله. وحاجه كمان، ان الممبار اساسا من كتر السوى بتاع الرز، او ان الرز عايز يتوسع كده او عايز يزيد، فتلاقي الممبار بتاعك اتقطع نصين. فاحنا فينا عن كده خالص، نقلل كميه الرز على قد ما نقدر وبس كده. بتقطعي حجم الممبار اللي انت عايزاه، ونراعي برضو ان هو هيكش معانا، تمام. طيب انت لو بتحشي دلوقتي ممبار ضاني، الممبار الضاني بيبقى حجمه رفيع جدا، ممكن تجيبوا القمع، بس في خلطة الرز هتكتري كمية الزيت شوية علشان الرز او الزيت ده هو اللي هيخلي الرز يجري معاكي في قلب المحشي. دي حاجة كمان. طب انت مش عندك قمع ولا عندك اي حاجة ان انت تعرفي تحشي بيها الممبار الضاني، هتجيبي حرف الممبار اللي هو الحرف المدور كده، حرف الممبار من فوق، وهتفتحها سنة بالسكينة واشتغلي كأنك بتحشي الممبار الكبير عادي، هتلاقي اتحشى معاكي بكل سهولة وبتنزلي عادي ولا كان في اي حاجة.
ان شاء الله هنجيب الممبار الضاني وهنعمله معاكم برضو. نجيب بقى الطبق الكبير بتاعنا ونحشي بيه. عايزه اقول لكم يا بنات، طول ما انت قاعده في البيت الدنيا غاليه وكل حاجه صعبه دلوقتي، العيشه بقت صعبه، فمن احنا مش قاعدين على قد بيتنا وخلاص، لا فكري شوفي انت شاطره في ايه، واعملي مشروع ليكي في بيتك. اعملي تربيه الدواجن حلوه جدا جدا، هاتي طيور عندك في الشقه فوق او في اي مكان وربي وبيعي. هاتي مثلا اكل بيتي زي كده، بس لما تيجي تعملي الاكل البيتي حاولي على قد ما تقدري تجيبي الطماطم اللي شكلها حلو، تجيبي البتنجان والكوسه، الخضار اللي لسه جديد اللي شكله حلو، بحيث لما تيجي تصوري يشد الناس. وبرضو نركز في التصوير كويس جدا، بالذات اللي هي الصورة، تيجي ما تصوري الاكل مثلا وانت جايباه، او تصوري الخضار بعد ما تغسليه وتفرديه مثلا في مصفى يكون شكله حلو، تيجي بقى تصوريه بعد السوا برضو يكون شكله حلو على قد ما تقدري. نزلي في جروبات على الفيس، نزلي في جروبات مثلا المكان اللي انت عايشه فيه، ان كان قريه او حي او اي حاجه بيكون ليها جروبات على الفيس، نزلي فيها، اعرضي شوفي مثلا لو على جيرانك، اعرضي مثلا في محل جنب منك او يكون سوبر ماركت، يعني مش كبير قوي ولا صغير قوي، ساعات برضو بيجيبوا اللحوم او الاكلات والحاجات دي. نزلوا حاجات يا بنات، هتلاقوا اللي هيشتروا منكم ان شاء الله. نحسن برضو على قد ما نقدر البهارات بتاعتنا، ونحسن برضو جودة الاكل بتاعتنا. البرجر هنجيب خلطة برجر، الكفتة هنجيب خلطة كفتة، شوفي كل حاجة وليها الخلطة بتاعتها اللي هي الجاهزة، ما تجيبيش حاجات خلطات سايبة من عند العطار. الحاجات الجاهزة دي بتبقى طعمها حلو جدا جدا، وبيبقى اقرب ما يكون بالظبط للحاجات الجاهزة. فنخلينا برضو ونركز في الحاجات الصغيرة دي، نجيب خلطات بانيه، خلطات محشي، خلطات حواوشي، والدنيا هتمشي معانا ان شاء الله. هنجيب ادوات التغليف، ان كان الطباق الفل، ونجيب الاسترتش راب، ونجيب الحاجات دي كلها. نجيب ليمون عشان نبقى نقطع شرايح ليمون رفيعه ونحطها على الاكل من فوق. ان كان بانيه مثلا ني او اي فراخ نيه مثلا، هتحطي شرايح ليمون من فوق. هتحطي الفلفل اللي هو الحر الصغير الرفيع الطويل ده، هتجيبي مثلا قرن احمر قرن اخضر وتزيني الطبق من فوق. هتحطي عودين بقدونس من فوق وزيني شكل حاجتك من فوق، تبقى الدنيا تمام. طيب انت عندك حاجات زي الممبار، حاجات محتاجه تحمير او كده، هتديله برضو رشه بقدونس من فوق، وهنزين طبقنا وهنغلفه بشكل حلو جدا جدا، ونصور ونعرض الناس. لو انت مثلا شوفي انت الطبق الفل كلفك كام، والاسترتش كلفك كام، والحاجات دي كلها كلفتك كام، وبتحسبيها برضو. وانت يعني شوفي الناس مثلا بتبيع بره، وبيعي انت اقل منهم. لو الحاجه بتباع بره ب5 جنيه، بيعها انت ب3 جنيه او ب4 جنيه لعند ما ربنا يكرمك والناس تبدا تعرفك ويجيلك، لان بيقولك ايه، بيع اقل تكسب اكتر. احنا دلوقتي نمشي بالراحه واحده واحده لعند ما نبدا نتعرف، وحبيتي بتزودي برضو بالمعقول، او مش نرفع فلوس كتير فنلاقي محدش اشترى منا او الناس بعدت عننا. فنركز في جودة الحاجة، وان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية هقول لكم برضو على افكار كتير جدا ازاي برضو نعمل مشاريع من البيت واحنا قاعدين في البيت، برضو بحاجة بسيطة، وما نبعدش عن بيتنا، ما نبعدش عن اولادنا، وكل حاجة تبقى تحت عينينا. لو انتوا عايزين فيديو بالتفصيل عن الحاجات دي او عن الاشغال او الوظائف في البيت، اكتبوا لي تحت في الكومنتات وان شاء الله هعمله لكم على طول. بصوا بقى، الممبار بتاعي اتعمل بسرعة جدا. في ناس بتعمل الممبار كوصفة أساسية، وهو في ناس برضو بتحبه كوصفة جانبية، يعني بتعمل محشي بتنجان أو كرنب، بتعمل مثلا ممبار، حابة تعمل أي حاجة تمام. أنا بالنسبة لي كان وجبة أساسية جنب منه شوية لسان عصفور مثلا أو حبة فتة وخلاص. كيلو الممبار بيحتاج كيلو الا ربع من الرز، ونقلل كميه الرز طبعا، احنا بنخلي بالنا عشان بيكون فيه خلطات، ان كان في طماطم بصل مش عارفه خضار والكلام ده كله. الميه بتاعه الممبار اللي هسقط فيها او الشوربه بتاعته لازم تكون بتغلي كويس جدا. هنزل فيها بصلايه كبيره مقطعها مكعبات رفيعه، حابه تعملها زي مرته بتحطي لها الملح بتاعها والفلفل الاسود وتضغط عليها كويس جدا لعند ما تحسها ان هي نزلت ميه، حابه تحطيها كده عادي. بس بصراحه اللي هي المرته بتخلي نفس الطبيخ بتاعك او نفس اللحوم بتاعتك حلوه جدا. بظبط الملح بتاع الشوربه بتاعتنا كويس جدا، الملح ما بيكونش دلع، لا احنا بنظبط الملح بتاعه، وبحط رشه من الفلفل الاسود، رشه من الكمون، وبالنسبه لي كده تمام. طبعا انا بعد ما خلصت المحشي بتاعي جبت الطبق بتاعي اللي هو كان فيه المحشي، وطبعا كان فيه خضار وطماطم، رحت جايه شطفه بسيطه وحطيته على الميه دي. عشان كده لو نخلي بالنا اول الميه كانت لونها برضو فيها خضار ولونها محمر شويه. هسيبه بقى يستوي براحته. عايزه اقول لكم بصوا، الممبار نزل كل الايدام بتاعه في قلب الشوربه تمام. اسيبه يستوي على نار يعني وسط. هو اول حاجه بننزله على نار عاليه
حطيت مثلا 4 أو 5 صوابع، والميه هديت بردت منه شويه او مبطل غليان، نغطي عليه شويه ونسيبه مثلا دقيقه ولا دقيقتين، وبعدين نحط الكميه التانية علشان احطه على نار عاليه علشان يبدا يكش معاه شويه ويستوي بسرعه. هسيبه لمدة مثلا محدود نص ساعة او ساعة الا ربع حسب سوى الرز بتاعي، او اخليه على نار وسط، وبعدين بسيب الغطا مكشوف شوية او متورب شوية، مش بغطيه جامد. بقلبه بحاجة زي معلقة سيليكون او حاجة سباتيولا، ما بقلبش بشوك، ما بقلبش بمعالق معدن علشان ما يجرحليش الحاجات ديت او يفتحها لي. بقلب بكبشة او باي حاجة سيليكون، اي حاجة طرية شوية او اي حاجة تكون ناعمة. بعد كده بطلعه على الصينيه بتاعتي. بصوا لونه احمر جميل جدا جدا. هجيب الزيت غزير وبعدين هحمره في الزيت بتاعي ده، واهم حاجه بديله رشه من الملح عشان مش يطرطش ويبهدل الدنيا. الممبار طرطشته وحشه جدا جدا. نخلي بالنا واحنا بنحط الممبار بتاعنا في الزيت لازم ننضفه كويس جدا من اي حبايه رز، علشان لو حبايه رز جت في الزيت هيبهدل الدنيا برضو. لما اجي احطه واجي احمره لازم اغطيه كويس علشان برضو ما نبهدلش الدنيا. وانا باجي اطلعه وباجي اقلبه بفتح الغطا وبخلي الغطا في وشي كده، فاهمني؟ مش مفتوح وباصه في الزيت، لا، بخلي الغطا ظهره في وشي كده، بحيث لو لا قدر الله الزيت معاه طرطش او اي حاجه، الطرطشه تيجي في الغطا ما تجيش عشان الطرطشه الله اكبر ولا حاجه ما تجيش على الوش. تمام. بحمره بقى. شوف انت حسب التحميره بتاعتك، حابه تحبيه متحمر جامد، حابه تحبيه نص تحميره، خلاص. انا بالنسبه لي بصوا هم دول كميه الرز اللي فاضوا معايا، فطبعا انا مش هرجعهم في اي منبار تاني او هضغطه، لا، انا هاخدهم برضو واحطهم في الكيس وعلى الفريزر على طول. عملت شويه محشي هطلعهم وهيتحطوا في قلبهم، مش هيبانوا خالص. ماشي. لو انت بتعملي اكل بيتي الممبار ما بتحمرش، الممبار انت بتحطيه بعد ما بيستوي ويبرد خالص، بتحطيه في الطبق الفل وتلفيه مع برضو زي ما قلت لك الليمونه او قرن فلفل او عود بقدونس، وتلفيه كويس جدا وتسيبيه بقى في التلاجة او تعرضيه للبيع. هما بقى بيحمروا يعني، كتر خير الدنيا لحد كده. طبعا بينزل من الممبار شويه رز. عايزه اقول لكم هي دي كميه الرز اللي نزلت، ما نزلش منه رز كتير ولا اي حاجه، حبه صغيرين بس، طلعوا حبه صغيرين جدا. فجبت طاجن بايركس او اي حاجه، وجبت رغيفين او رغيف من الرقاق الناشف وكسرته كده على شويه الشوربه وشويه الرز من فوق، وبرده بتبقى حلوه جدا. في ناس بتحب فتة الممبار دي، بتبقى حلوه جدا ونفسها حلو برده. شويه السلطه موجودين، شويه لسان عصفور. اهم حاجه انا كنت فاكره في اول ما اعمل المحشي هسيب شويه خضره كده على الوش عشان ابقى احطهم على وش الممبار، بس للاسف حطيت كل الخضره في المحشي ونسيت خالص. بس عايزه اقول لك شكله حلو جدا جدا، بس هيكون احلى لو كنت حطيت عليه رشه بقدونس من فوق، هيبقى شكله دمار. عايزه اقول لكم يا بنات ريحته حلوه جدا جدا، طعمه حلو هيعجبكم. انسوا بقى اكل بتاع بره يعني، انسوا خالص بجد. الممبار ده بطريقه حلوه جدا هيعجبكم، وهيعجب كل هيدوق منه. بس اهم حاجه ما ننساش اول ما نطلع الممبار من الزيت نديله رشه ملح برشه كمون عشان يبقى متطعم معانا وجميل. عايزه اقول لكم الممبار من جوه طري جدا. وبس كده بالنسبه لي خلصت فيديو النهارده. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. حسنا طبعا رايكم في الكومنتات، ما تنسوش تحطوا لي لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتختاروا الكل عشان يوصل لكم كل جديد. شيروا الفيديو كل اصحابكم يا بنات عشان الفيديوهات توصل للناس كتير جدا. اشوفكم في الفيديو الجديد ان شاء الله على الف خير، مع الف سلامه.